العيد. هي 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 هي. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل والنشاط والبهجه. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في سعاده وفي هنا وفي فرح وفي تفاؤل وفي امل. ربنا يحقق كل امانيكم. النهارده روتين جميل جدا جدا، روتين بقى العيد، روتين البهجه والسعاده والفرحه. يتعاد عليكم بخير يا رب. أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. هي 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 هي. أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. أهلا أهلا بالعيد. هي 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 هي. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. يا ليلة العيد، يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. يا ليلة العيد، يتعاد عليكم بالخير يا رب. دلوقتي كده باخدت لكم كده لقطات كده ايه من صلاة العيد. طبعا دي أحلى حاجة إن هي قدام البيت على طول. يعني ما شاء الله بقى المنظر الجميل ده قدام البيت كده، حاجة كده كده تفرح. بنشوف بقى الأجواء من أولها. هما بيبدأوا من بعد الفجر كده يجهزوا على طول. من بعد الفجر بقى يفضلوا يفرشوا بقى الشارع كله بالحسر اللي انتوا شايفينها دي حبايبي. يفرشوا بقى الشارع كله، يحطوا بقى السماعات بقى ويجهزوا الدنيا كده من بعد صلاة الفجر على طول. الشارع يبقى الشارع في 5 دقايق يتملي بقى، يبقى بهجة وفرحة. شفت بقى زقرودة بقى بالستايل الجديد. كنت جايبه لها بقى الإسدال ده تصلي بيه كده صلاة العيد. ودي كمان لقطات كده تقاه خدتها لكم كده دي بعد الفجر على طول. طبعا كانت الدنيا لسه مظلمة. دي بقى هما بيفرشوا بقى، والأولاد بقى الجيران قاعدين بقى في الشارع وفرحانين جدا. زي انتوا شايفين عمودة يتنططوا، وكمان أولادي كان بيلعبوا بردك. شفتهم كده قاعدين على الحصيرة بيلعبوا. وبقى الأولاد الحتة بقى كلهم بيفرشوا، بيساعدوا بعضيهم مع بعض ويعملوا مع بعض. وأولادي بردك بيفرشوا معاهم. وبعد صلاة العيد بردك بينفضوا معاهم الحصر ويلموا معاهم الحصر ويعملوا معاهم. طبعا الأولاد تبقى فرحانة جدا. وزي ما انت شفت كمان يعني قعدنا بقى نرفق البلالين بقى، وكانوا فرحانين جدا. وراودة بقى والعيال يقولوا احنا فرحانين قوي يا ماما، احنا فرحانين. يتعاد عليكم بخير يا رب. هو المنظر ده حبايبي، هم بابا بينفخوا بلالين كده بالليل كده في ليلة العيد كده. كان زقرودة، حتى زقرودة بتقول لي ماما انا فرحانة قوي، انا فرحانة قوي. طبعا الذكريات دي بتفكرنا كده واحنا صغيرين زيهم. كنا طبعا بفرحانين كده بليلة العيد بقى ويوم العيد. فرحة طبعًا لا توصف. طبعًا فرحة وإحنا صغيرين وإحنا أطفال أكتر من دلوقتي. طبعًا كان لعب وبهجة بقى وفرحانين بقى باللبس الجديد وطبعًا حاجات كانت جميلة جدًا. ذكريات طبعًا ما تتنسيش أبدًا. هُم دلوقتي كده بينفخوا بقى البالونات. قُلت بقى طبعًا ما يخلّصوا كده ينفخوا البالونات ويلعبوا بيها كده حبّة كده، سِبتهم يلعبوا بيهم شوية. وبعد كده رُحت علّقتهم بقى على على الحيطة كلّها كده. طبعًا البالونات دي بتدّي بهجة وسعادة كده وبتدّي منظر جميل أوي كده في البيت. عشان كده نفرّح الأولاد. وبعد كده تبقى طبعًا هُم لسه كانوا ما خدوش بقى الشاور. قُلت بقى تسيبهم بقى يعملوا بالونات ويخلّصوا لعب، وآخد لهم بقى ياخدوا بقى الشاور وإيه، وأجهّزهم بقى للصلاة. هُم صلّوا بقى الفجر وبعد كده راحوا صلّوا صلاة العيد. صلّوا الفجر وقعدوا يلعبوا شوية كده في الشارع زي ما أنتم شُفتوا كده هُم بيفرشوا. وبعد كده بقى طلعوا بقى يلبسوا لبس العيد، لبس الصلاة اللي هيصلّوا بيها. طبعًا يعني كانوا فرحانين جدًا. دلوقتي
هي دلوقتي كانت بتقول لي: "أنا يا ماما يعني اعملي 3." بتشاورني تقول لي: "اعملي 3." قُلت لها: "هاعملهم لِك 2 بس." تقول لكم بقى اعملوا اللايك. دلوقتي كانت خدت الشاور بقى دلوقتي هاسرّح لها. كنت عاملة لها كده بقى حمام كريم كدهِ. طبعًا يعني مش لازمًا يعني كريم يبقى غالي، في كريم بيبقى رخيص جدًا وبتدّي نتيجة حلوة، في أنواع طبعًا كتير. هاعمل لها بقى شعرها كده وأسرّحهم لها. أنا الصراحة بقى مش هاعمل لها قصّة بقى دلوقتي عشان ما يتبهدلش. أنا دلوقتي قُلت كده هاسرّح لها كده تسريحة عادي كده وأضفّرهم يعني كده ضفيرتين عشان ما يتنعكشوش كدهِ. ولمّا نيجي نخرج كدهِ أبقى أعمل لها قصّة بقى بتخرج كده بالليل والّا حاجة وأعمل لها قصّة، عشان شعرها هو بيتبهدل على طول. هي كانت قاعدة كده بتاكل شيبسي كدهِ. طبعًا حتى التسريحة يعني ماما تقول لي سرّحي لي كذا واعملي كذا، لو سرّحت لها يعني عملت لها قصّة تاني مختلفة إن أنا ما ترضاش وتفُك شعرها، تقول لأ أنا عاوزة القصّة الوتر كذا، مش عارفة إيه. يعني هي بتصمم على اللي هي عاوزاه، على القصّة اللي هي عاوزاها. تبعتي عملت لهم لها كده ضفيرتين سرّحتهم لها. وكمان بقى الأولاد بقى كان كان خلاص بقى اتشطّفوا وخدوا الشاور بتاعهم ولبسوا هُم كمان. فدلوقتي قُلت عقبال ما أسرّح لهم كده ويعملوا كنت لابساهم كده اللبس العادي بتاع البيت. عشان هُم نزلوا بقى في الشارع يلعبوا شوية كده ويفرشوا الحصر وكده زي ما أنتم شُفتوا. قُلت بقى اللبس الصلاة هيتبهدل. قُلت لهم البسوا اللبس العادي بتاع البيت ولمّا ييجي بقى وقت صلاة العيد تطلعوا وتلبسوا. زي ما قُلت لكم هو قدّام الباب على طول، فيعني دقيقتين ويطلعوا. دلوقتي بقى كنت علّقت كده ببلالين كده بعد دلوقتي بقى بالونات كده علّقتهم كده على الحيطة. هُم دلوقتي بقى في الوقت ده كان هُم نزلوا بقى آآ في الجامع كده دلوقتي أنا جهّزت لهم بقى اللبس اللي هُم اللي هيصلّوا بيه صلاة العيد. جِبت بقى الزقرودة كده الإسدال الجميل ده، زي ما أنتم شُفتوا كده في الفيديو في الأول. وده بقى الهدوم البيضا بتاع الأولاد. غسلتها لهم بقى دي هدوم يعني كانت عندهم قبل كده يعني. غسلتها لهم بقى وجهزتها لهم وكويتها وتمام. طلعت لهم بقى للصبيان ال3 لسيف بقى وأحمد ويوسف. وده الإسدال بقى بتاع زقرودة. أنا الصراحة أول مرّة أجيب لها إسدال. قُلت بقى أمّا رايحة الصلاة بقى لأ تلبس إسدال بقى مش هينفعش تلبس بقى طبعًا لازمًا إسدال يعني. جِبته لها بقى هي كانت فرحانة بيه أوي. ده شكله حبايبي. كانت القيود فيها كده وقطقوطة كده فيه. بقى عاملة له look كتير بقى look جديد. شايفين بقى زقرودة في الlook الجديد. أنا قُلتها صح والّا إيه؟ مش عارفة الصراحة. الlook الجديد. أنا مش عارفة باقول الفرنساوي والّا باقول إيه. إيه رأيكم؟ دلوقتي كده أجهّز لهم بقى حاجات بقى الفطار. طبعًا الشعب المصري كُلّه هيفطر بقى بسكويت وكحك كده وشاي بلبن. كل المصريين، كل الشعب المصري كده. فطارنا الصبح هو كده. هات لهم بقى حبة البسكويت على الكحك على ال أنا نسيت اسمه إيه. الشوكولاتات. اسمه براونز والّا مش عارفة اسمه إيه. ما علينا. وده الترمس أنا كنت عاملاه بقى في البيت. بس أنا يعني ما رضيتش أطوّل عليكم. هي طريقته بسيطة جدًا. نقعته بالليل كده خمّرته كده بحبة مَيّة. وتاني يوم الصبح رُحت سلقته بس. وحطّيت له الملح بس. يعني هو طريقته بسيطة ما رضيتش أطوّل عليكم. ده ترمس بقى على حُمُّص. سلقتهم مع بعضيهم. هنا حطيت لهم بقى حبة شوكولاتة وحطيت لهم قدرت أحط لهم بقى الفول السوداني. كنت جايبة لهم برضك شوية قرمشات. لسه كنت لسه حاطة لهم بقى شوية القرمشات نسيت أحط لهم الصراحة. حطيت لهم بقى بعد كده شوية القرمشات اللي هو عامل زي الشيبسي كده. بس كده يا حبايبي. هُم بقى بعد ما طلعوا من الصلاة رُحت بقى عملت لهم بقى الشاي بلبن وفطرنا. وده يومنا كده يا حبايبي كده من ليلة العيد كده لحد صلاة العيد. يا رب النهارده كده الفيديو يكون عجبكم.
وأتمنى ما يكون حدش نسي اللايك، وأتمنى إن أنتم تشتركوا في القناة، وكل سنة وأنتم طيبين، وتعاد عليكم بالخير يا رب، بالسعادة وبالهنا. دلوقتي بقى زغرودة أنا كنت باعمل الشاي باللبن، وقالت لي: "هاعمل لماما أنا معاكِ الشاي." يعني إيه، قلّبت هي السكر. ألف سلامة حبايبي.